فين ما يجي خويا الصغير من الخارج كيطلب مني باش نحضر ليه هاد المريقه بالحيمات معسلين ومخضرين غير بالزيتون الحامض، دير لايك قبل ما نبدا لا فيديو ونبداو على بركه الله. اول حاجه في كاميله ولا كوكوط كنقطعوا البصله والثومه طريفات صغار، وكنجيبوا اللب ديال الحامض حتى هو كنضيفوا عليه، والتوابل الملحه البزار سكينجبير الكمون قزبر الحبوب الخرقوم وشويه ديال البسيبيسه ونويويره، وكنضيفوا الزيت العود بوحدو حسب الكميه ديال اللحم. كنخلطوا كلشي مزيان، من بعد كنضيفوا الحيمات ديالنا وكنخلطوهم مزيان باش يشربوا ريقامه مزيان، ومن بعد نديروهم فوق البوطه يتقلاو على خاطرهم. من بعد نضيفوا الزعفران الحر اللي كيعطي واحد المذاق حتى هو رائع، كنحكوه مزيان وكنضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال السمن وكنسدوا على الكاميله ولا الكوكوط ديالنا تطيب على خاطرها. من بعد ما الحيمات ديالنا طابوا مزيان كنحيدوا الغطاء باش الحيمات يتحمروا والمرقه تختار، وكنبداو الدريساج ديال الحيمات ديالنا هما الاولين كنحطوهم كيفاش كتشوفوا طايبين زبده، والمريقه الخاطره البنينه ما نحاولش لكم المذاق ديالها كيف ما كتشوفوا راه باينه من الصوره. الزيتون انا درت مخلط الزيتون وشويه د الحامض مرقد وشويه ديال المعدنوس من الفوق كيعطي واحد المنظر والمذاق حتى هو خطير جدا. وهالحيمات واجدين ساهلين وبنان، خويا بغا يحماق عليهم. كنتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم بالصحه والعافيه.